جبتلك النهارده نصايح هتنفذيها في البيت وانت قاعده في البيت، بدون ما تروحي كوافيرات، بدون ما تروحي اي مكان بتدفعي فلوس كتير. هتعملي حاجات بسيطه جدا في بيتك، هتبقي زي القمر. قبل ما نكمل الفيديو صلي على رسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. شفايفك غامقه، دايما دايما شفايفك غامقه. اولا البنات اللي بتستعمل ميك اب كتير، الروج الكتير بيزرق شفايفك، الروج الكتير بيخلي شفايفك تغمق. دايما استعملي المرطبات الطبيعيه، الزبدة الكاكاو الطبيعيه. سيب الروج ده لاوقات مثلا راحه فرح، حاجات من دي، لكن مش دايما على طول مستمره في انت تحطي ميك اب. طيب انا حطيت روج واتعودت على كده، لما اجي انام انصحك ان انت لازم تغسلي وشك قبل ما تنامي، لازم، لان دي من الحاجات اللي بتخلي الناس تعجز بدري جدا، اللي هو الميك اب وانت نايمه. الحاجات المستحضرات التجميليه دي يا جماعه فيها حاجات كتيره ضاره للبشره، مش كلها يعني بروفيشنالز. احنا طبعا بنستعمل حاجات مش غاليه قوي طبعا، فدايما مش كل حاجه تكون حلوه لبشرتك. انت بقى راعي ان انت لازم تستخدمي الحاجات اللي هي الطبيعيه اكتر. تمام، انت اول حاجه. طيب انا شفايفي زرقاء وعايزه اعمل حاجه تفتحها، نص ليمونه هتقطعيها، هنشيل البذر منها، هنبلها من السكر. تمام، وتبداي تفركي شفايفك بالليمون والسكر وتسيبيه لغايه من لمده ساعه. فيتامين سي يفتح، والسكر بيعمل تقشير للشفايف، وهتلاقي لونها مره في مره في مره فتح معاكي كتير جدا. الناس اللي بتشتكي ان شعرها بينزل، وان شعرها مش ناعم، وان شعرها في حاجات متقصف، غزي شعر ازاي يا لولو؟ ابعدي عن الصابونه، الصابونه بتنشف الشعر، الصابونه بتنشف الشعر. استعملي شامبو مناسب لشعرك، استعملي، مش بقول شامبو اوفر بفلوس كتيره، في شامبوهات كويسه جدا وتبقى حلوه جدا للشعر. طيب بعد كده ايه؟ طيب انا عندي شامبو عادي، خلاص، ازاي احوله من شامبو عادي لشامبو مغذي؟ خليكي معايا، شويه من الشامبو في طبق او ازازه انت فاضيه مش مستعمليها، قبل ما تدخلي تاخدي الشاور بتاعك هاتي صفار بيضه حطيها على شويه من الشامبو اللي انت هتستعمليه. اوكي كده، قلبيهم واغسلي بيهم فروه راسك. انا مش عايزه اقول لك بقى ازاي صفار البيضه دي هتنعم شعرك بطريقه رهيبه. اولا هتغذيه، ثانيا كمان ان هي هتنعم شعرك جدا جدا جدا. طيب يا لولو، هو انت مثلا ريحه البيض ده مش عامل زفاره في شعري؟ ابدا، لان الشامبو اساسا هيطغي ريحته عليه. طب فرضا ان هي مثلا عامله زفاره في شعري، شويه من البن وهبدا اشطف شعري بيهم كده. تمام قوي قوي قوي، تمام. شطفت شعري وخلصت، استعملي البلسم، اي نوع بلسم يا جماعه، مش لازم غالي قوي. هاتي بلسم يكون يعني مش غالي ومش رخيص خالص، استعمليه وسيبيه على شعرك شويه من 5 ل 10 دقايق. ادعكي فروه شعرك كويس بالبلسم عشان يتغذى. بعد كده اشطفيه، مش كل شاور تاخديه تغسلي شعرك بشامبو. كتر الغسيل بالشامبو بينشف الشعر، يعني بقدر الامكان خليكي مره ومره او اسبوع واسبوع. تمام، ده طبعا مش في الصيف الحر الاول. طيب المره اللي انا مش هستعمل فيها الشامبو استعمل ايه؟ استعمل بلسم بس. تمام، طبعا شعري مش نظيف قوي، بس الناس اللي متعوده ان هي تشطف كل يوم، تاخد شاور كل يوم، كل يوم لازم تغسل شعرها كل يوم، كتر الشامبو على شعرك بينشف الشعر. طيب انا استعمله مره ومره لا، او مرتين ومره لا، بس البلسم لازم كل شاور وانت بتغسلي شعرك لازم تستعملي البلسم. تمام. الحاجة التانية، الناس اللي عندها هالات سودة تحت العين، تقوم الصبح تلاقي هالات سودة تحت عينيكي، انا هقولك على حاجة كويسة جدا. شوفي يا حبيبة قلبي، مية ورد حطيها في المكعبات بتاعة التلج، خلاص، مية الورد التجميلية مش مية الورد اللي بنحطها على الاكل، مية الورد التجميلية تحطي مكعبين في قلب الفريزر، ويفضل ان انت تبشري عليها يا اما خيارايه اللي بتعمل ترطيب جامد جدا، او حضرتك تحطي عليها نقطتين من الجليسرين الطبي اللي بيجي من الصيدليه وتجمديهم في الفريزر. تاخدي المكعب تمشيه على بشرتك الصبح، هيشيل كل الهالات السوداء اللي تحت بشرتك. التاني حاجه، راعي ان انت تنامي ما تتاخرش في النوم، كتر السهر بيخلي البشره مجهده، بيخلي وشك مجهد، بيخلي تحت عينيكي اسمر. تمام، الحاجات دي كلها لازم تراعيها. طيب الحاجه اللي بعد كده، انا عايزه ريحتي تبقى حلوه جدا وثابته طول اليوم وكويسه قوي، جوزي يدخل ما يدخل، انا موجوده في طول اللي موجوده في البيت ريحتي حلوه، مش ريحتي عرق خالص. حضرتك تجيبي اي زيت اطفال، اي نوع زيت اطفال انت بتحبيه،
هتحطي عليه البرفيوم بتاعك المفضل، يعني اي عطر مفضل لحضرتك، ممكن ما يكونش غالي، ممكن يكون رخيص، حطيه عليه، رجيه كويس. خدتي الشاور بتاعك خلصتي، ابدأي حطي كام نقطة على جسمك وادهني جسمك بيه. وما تنسيش شعرك، زيت الشعر على البرفيوم بتاعك مش بيأثر خالص على الشعر، بل بيخلي ريحة شعرك حلوة. خلاص هتديني جسمك بيه، تقعدي 5 دقايق بس لما يمتص. بعد كده تلبسي هدومك، هتلاقي جسمك انت رايحه كده فواحه، جايه كده فواحه، اكنك انت يعني جايبه برفان غالي جدا جدا يعني من مكان غالي قوي. وهو كل الحكايه حاجه بسيطه جدا. يا رب تكون فدتكم. الحاجات بسيطه جدا تعمليها ببيتك وانت قاعده. في متابعه ليا على الصفحه، ابعتالي على موضوع الماسك بتاع التبييض، هقوله لك في الفيديو الجاي عشان الفيديو ده طول، ما بحبش اطول الفيديوهات. وان شاء الله اقول لك على الماسك وتنفذوه، هيطلع حلو معاكم جدا باذن الله. دمتم في رعايه الله، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.